رمضان مش لازم يكون سبب في زيادة وزنك. شهر رمضان ده شهر كويس جدا لانك تخسر وزن، مش انك تزيد. طب ايه اللي بيخلينا نزيد؟ ايه اللي بيخليك يا حبيبي تزيد؟ انك مش عامل فولو لايك لقناة دكتور احمد بدر اللي بتقدم فيها محتوى طبي متنوع يخص بشكل كبير جدا التغذية والوزن. الحاجة التانية هو انك ما بتقسمش وجباتك طول ما انت فاضي. انت بتاكل لحد ما تملى بطنك، وبعد كده اول ما بتحس انك جعان بتاكل، واول ما تحس انك مش جعان ما بتاكلش، وبتعك الدنيا خالص. وده مش مظبوط. امال ايه اللي مظبوط او ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض يحصل انك لما بتسمع الاذان بتاكل كميه قليله، لان دي وجبه الفطار، وقلنا ازاي ناكلها بشكل مظبوط في فيديوهات قبل كده خلال السلسله بتاعه شهر رمضان المبارك، ارجعوا وشوفها. الحاجه الثانيه انك لازم حتما ولا بد تاكل وجبه ثانيه تكون وجبه كويسه بعد التراويح. الحاجه الثالثه هي وجبه السحور. يبقى كده الثلاث وجبات الاساسيين بتوعنا. الحاجه اللي معانا بعد كده انك لازم بين الوجبه والثانيه تمنع اي اكل او اي شرب باستثناء الميه، تكون بتشرب ميه بس، وتمنع اي حاجه تانية. ما ينفعش افطر واقعد اقضيها شويه حلويات، شويه بلح بلبن، شويه تمر هندي، شويه عرق سوس، لحد ما يجي التراويح اصلي واكل، وبعد الاكل ابدا اديها رز بلبن واديها مهلبيه واديها قمر الدين لحد ما يجي سحور. ما ينفعش الكلام ده. لازم وجبه، بعد كده اقعد من غير اي حاجه، اشرب ميه بس لحد ما المعده تهضم الاكل كويس، بعد كده اكل وجبه ثانيه، بعد كده الوجبه الثالثه. هنا جسمك هياخد فايته وهياخد احتياجه وهياخد الفوائد اللي محتاجها، في نفس الوقت مش هيخزن دهون ومش هيزيد في الوزن. واخر حاجه، لو عندك اي سؤال في موضوع الوزن في شهر رمضان اكتب لي كومنت وهرد عليك في اسرع وقت. كل سنه وانتم طيبين.